واحنا الجزائريين الأحرار نشكر ملك المغرب على المساعدة الذي قدمها، وكل عام يقدمها، لكن هذا الناس لا حد. محمد من الجزائر. محمد من الجزائر تفضل. محمد من الجزائر. طيب زملائي الأكارم قولوا لي فقدناها محمد حتى أنتقل أنا إلى خالد. خالد تفضل. خالد من الجزائر. يبدو أيضا خالد فقدناه للأسف. طيب نعود للواتساب أمامي. رفيق من سويسرا يقول: نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل من أصابهم هذا الحريق في الجزائر، ونتمنى من السلطات الجزائرية أن تأخذ الحيطة والحذر وتنقذ المواطنين الجزائريين. طيب خالد مرة أخرى مساء الخير. مساء الخير أخي صالح. يا هلا بيك. أحتسب الضحايا شهداء عند الله، وهذه ليست بدعة من عندنا. من مات بالنار أو مات غريقا أو مات فهو شهيد. وأن تنزل السلوى والصبر على أسرهم، والشفاء العاجل للمحروقين وغيرهم، وربي يخلف عليهم إن شاء الله ضحايا. آمين. الجزائر هذا الأطلس التلي والأطلس الصحراوي جبال وعرة المسالك، حتى تجهيزات الحماية المدنية من شاحنات وصهاريج وغيرها تجد صعوبة كبيرة في التنقل من منطقة إلى أخرى، وإن كانت هذه الوسائل الآن تجاوزها الزمن. كذلك أعوان الحماية المدنية السنة الماضية خرجوا في مظاهرات لتحديث الوسائل وتحسين أحوالهم. تتصور عون حماية مدنية يعطوا ربما أقل من $200. تم الزج بعدد كبير من الذين خرجوا وطردوا من العمل. الأموال لا أقول غير موجودة في الجزائر، في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ومفرقعتها وسهرتها الجزائر صرفت $1,300,000,000. هذه كانت قادرة تجيب لنا ربما 50-60 طائرة للإطفاء. وحتى الطائرة الروسية هذه التي تعمر بأنبوب، يعني بقناة ليست من النوع الذي ينزل البحر ويعمر الخزان في بضعة دقائق، هذه غير صالحة للعمل عندنا. طيب إذا أردنا خالد، إذا أردنا أو إذا أراد الجزائريون الآن الوقوف عند هذه المشكلة بجدية ربما لم يسبق لها مثيل، يعني عليهم الآن أن يفتحوا صفحة حقيقية في البحث في طرق علمية متطورة مسؤولة للحد من هذا النزيف. من أين البداية؟ وهل هناك جهات يجب أن تلاحق؟ لأنه هذه أرواح ناس، يعني ليست هينة، يعني 10 جنود في ثكنتهم يعني يحيط بهم الحريق من كل جانب، وكأن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقوات الجوية الجزائرية لا تمتلك طائرات مروحية لإنقاذهم. يعني هذا أمر مخجل ومؤسف. هل ترى ضرورة فتح تحقيق؟ ومن أين تنطلق الجزائر في مواجهة هذه المشكلة بجدية؟ الحماية المدنية في الجزائر أثبتت كفاءتها وخبرتها في زلزال تركيا، وكان لها دور كبير، لكن لا المسؤولية مسلطة عليهم أنواع أخرى لا علاقة بهم، لا بالخبرة ولا بالتجربة، ولا ما زلنا في الموالاة.
ما زلنا نختار الأشخاص. هل وزير الداخلية منتخب من الشعب الجزائري ووصل البرلمان وتشكلت حكومة من المنتخبين؟ طبعا لا. هذه السلطة التنفيذية هي المتغولة في الجزائر. السلطة التنفيذية، هل البرلمان يستشار في دخول الجزائر في البريكس؟ هذا الإعلام هو اللي راه يطبل. غياب الإعلام جميل. كامل، غياب الإعلام كامل في هذه الكارثة التي حلت بالجزائر. شكرا لك خالد، حتى نختصر ونعطي فرصة لآخرين. ربي يرحم هذو الناس اللي ماتوا. مي البروبليم تاع الجزائر لا جيستيس، كون جا كل واحد يتحاسب، كل واحد يخدم خدمته. والدوزيام شوز السلطة لهنا يعني لا فيغيتي، باسكو العام اللي فات هدرنا الطياير هذو يكونوا هنا، والشعب الجزائري والسي هو تاني داخل في الشيء هذا. بوكوا يا اخي تروح للجزائر تلقاه ياكل في الجبل حدا الشجر حدا هذوك ويرمي الكارت يرمي هذاك، ياكلوا برا يديروا واش يحبوا، ما يحسبوش البلوتار باسكو هذيك تيبس تشعل وحدها يطيشوا القرع. ما كانش نيطواياج في الغابات في الجزائر. هذوك اللي جا اللي ما يخدموش ما يعطيهمش الصواب هكاك في العود، يعطيهم خدمه ينيطوايو الشيء هذا في الغابات وكل شيء، وهما راقدين. فهمت؟ الشعب راقد والسلطه اكثر منه. داكور. الو. شكرا لك محمد، اشكرك محمد من الجزائر. مشكله عند عبد الكريم، يا ريت لو يعيد الاتصال. نشكره على كل حال. صوفيا من المانيا عن طريق الواتساب تقول بامكان عبد المجيد تبون والذي اصبحت له علاقات جيده مع الصين وروسيا ان يشتري منهم طائرات خاصه للاطفاء، والجزائر دوله ليست فقيره، بامكانها شراء هذه المستلزمات الضروريه حيث انها دوله مليئه بغابات الاشجار وتتعرض دائما لخطر الحرائق في الصيف كما تقول صوفيا. عبد العظيم من الأردن رحم الله الأموات ونسأل الله أن يرفع المحن عن الجزائر وغيرها. هذه الكوارث الطبيعية تحدث في كل مكان، ولكن على الحكومة الاستعداد لمواجهة هذه الكوارث المتكررة. يجب تخصيص ميزانية خاصة لهذه الكوارث مع الاستعداد المسبق. ضيفنا منذ قليل، أنا أقول هذا الكلام بين ظفرين وبمسؤولية كبيرة، ضيفنا منذ قليل تحدث على الإنذار المبكر. ربما بعض الجهات العربية ومن بينها الجهات الجزائرية لم تطلق الإنذار المبكر، تقول لك حتى ما نخرب موسم السياحة إذا كان هناك سياح في هذه المناطق أو غيرها. لا يا صديقي، أنا أقول ربما ولا أعطي معلومة هنا، لكن في مثل هذه الحالات الأرواح قبل الاقتصاد. انظروا اليونان وضعها يعني صعب، وهي في حاجة جدا إلى إنجاح موسم السياحة هذا العام اليونان، ومع هذا الإنذارات كانت مبكرة. وأنا تابعت BBC وهي تغطي أوضاع السياح الأنجليز هناك، وكيف تم إجلاهم بسرعة وأخذهم إلى أماكن آمنة، وتم توفير لهم الطائرات للعودة إلى بلادهم. اليونان ضحت بموسم سياحي، يعني تضرر الموسم السياحي بشكل كبير حتى تمنع حصول أو سقوط ضحايا، وهذا هو العمل، هذا هو الفعل. الأرواح أولا. أنا لا أقول بأن الجزائر يضحي بأبنائه، لا، ولكن هناك ربما إهمال، هناك ربما تردد في الإنذار، هناك أشياء يجب التحقيق فيها، وإلا ما كان يجب أن يسقط 34 قتيل، مش ممكن. وينك أنت دولة عسكرية ضخمة في إفريقيا. مساء الخير صالح. يا هلا بيك. صالح، نترحم على الضحايا، واحنا الجزائريين الأحرار نشكر ملك المغرب على المساعدة الذي قدمها وكل عام يقدمها، لكن هذا الناس لا أحد يفهم عقليتهم. صالح، الناس كانت عندها هكتارات من الشجر الزيتون كلها راحت، فاهم؟ والزيتون هم هذه المعيشة تاعهم. الأبقار، الأغنام، كله الحال كله راح، ما بقى لهم شيء. وانت تطرح السؤال لماذا؟ نحن نعرف هذو حرائق مثل الحرائق في اليونان لكن احنا عندنا ميس مانجمنت، فاهم؟ عندنا نظام غبي من رئيس البرلمان حتى البكالوريا ما عندهمش، لا يفهمون اي شيء في اي شيء. هذا هو المشكل. الجزائر الاذكياء كلهم هربوهم. طيب، شكرا لك حكيم، اشكرك. شكرا لك. السلام عليكم اخي صالح.